وهنا الدقيقة الخامسة، عرضية ملعوبة لمنتخب المغرب. الله، أسود الأطلس يبدأون من استاد خليفة بكل تأكيد رحلتهم إلى كأس العرب. هنا سفيان بوفتيني، هنا المدافع المتقدم من سجل برأسية سكنت شباك حارس المرمى علي أحمد. هنا أسود الأطلس يبدأون رحلتهم من استاد خليفة الدولي. الله على رأسية سفيان، تعودنا عليها في بطولة دوري أدنوك، والآن يأتي سفيان مع المنتخب المغربي. الله 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 على رأسية سفيان، وما يقدم سفيان في هذه البطولة، بأن هنا بداية مغربية قوية في المواجهة الأولى في إطار المجموعة الثانية. جميل 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 يا سفيان، نعم، وضعها في شباك حارس المرمى.